أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جدل واسع بعد تصريحاتها الأخيرة خلال ظهورها في برنامج أجمد سبعة على إذاعة نجوم اف ام، حيث أكد إن أغنية مشاعر الشهيرة كتتر لمسلسل حكاية حياة واللي أدتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت في الأصل مخصصة لها. التصريح تفاجأ بيه رواد الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي وأثار ردود فعل، خصوصا في أوساط جمهور شيرين عبد الوهاب الذين سارعوا إلى الرد بنشر تسجيلات وتصريحات قديمة. ومن أبرز ما تم تداوله هو تصريحات المخرج محمد سامي الذي تولى إخراج مسلسل حكاية حياة. في لقاء سابق وأكد محمد سامي أنه كان على خلاف شخصي مع شيرين وقت التحضير للعمل، إلا أن ذلك لم يمنعه من اختيارها، قائلا: رغم الخلاف لم أجد صوت آخر يناسب التتر غير شيرين، الشركة المنتجة أصرت عليها وأنا وافقت فورا. ومن ناحية أخرى كشفت أنوسة كوتا أرملة الملحن الراحل محمد رحيم في تصريحات إعلامية إن أغنية مشاعر كانت بالفعل معروضة على شيرين في البداية لتضمها إلى إحدى ألبوماتها الغنائية، لكنها رفضت الفكرة مرارا. وبعد اختيارها لغناء تتر حكاية حياة قررت أن تستخدم الأغنية ضمن العمل الدرامي، وهو ما كان نقطة الانطلاقة نحو نجاحها الكبير الذي استمر على مدار أكثر من 12 عام. أغنية مشاعر بتعد واحدة من أبرز الأغاني التلفزيونية في العقد الأخير، وارتبطت جماهيريا بشخصية شيرين وصوتها الحساس، ما جعل الكثيرون يشككون في رؤية بسمة بوسيل التي لم تدعم أقوالها بأي مستند أو توضيح إضافي حتى لحظة نشر هذا الخبر. بينما رأى بعض المتابعين أن من حق بسمة بوسيل توضيح ما حدث من وجهة نظرها، اعتبر آخرون أن الحديث عن مشاعر في هذا التوقيت يفتقر للدقة والتوقيت المناسب، خاصة وأن الأغنية أصبحت جزء من الذاكرة الدرامية العربية بصوت شيرين عبد الوهاب. ويبقى الجدل مفتوح ما بين الروايات المتضاربة والجمهور الذي لا يزال يحتكم إلى النتيجة. أغنية صنعت أيقونتها من صوت شيرين عبد الوهاب مهما كانت البدايات. وكانت فجرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني مفاجأة خلال لقائها في برنامج أجمد سبعة مع المذيعة جيهان عبد الله، حيث كشفت أن أغنية مشاعر الشهيرة اللي قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب وحققت بها نجاح كبير كانت في الأصل ضمن ألبومها الأول. وقالت بسمة بوسيل: تامر حسني كان مسؤول عن ألبومي وقتها، وهو اللي قال لي على أغنية مشاعر وقال لي إنها حلوة جدا، وبدأ يختار معايا الأغاني خطوة بخطوة وكان بيهتم بكل تفصيلة. وقالت كمان: تامر هو اللي عرفني على الأستاذ الكبير محسن جابر، وكان في أغاني كتير حلوة جدا ضمن الألبوم لكنها اتوزعت بعد كده على نجمات كتير. وقالت بسمة بوسيل حديثها عن بدايتها الفنية قائلة إنها كانت بتستعد لانطلاقة قوية، لكن الظروف أخذتها في اتجاه مختلف تماما حتى قررت العودة مجددا لتحقيق حلم الغناء من جديد. ومن ناحية أخرى صرحت بسمة بوسيل عن طبيعة علاقتها الحالية مع طليقها النجم تامر حسني، مؤكدة أن قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل بعد رحلة طويلة جمعتهم على المستويين الشخصي والفني. وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها في برنامج أجمد سبعة مع الإعلامية جيهان عبد الله: أنا وتامر أصحاب جدا دلوقتي، وإحنا مش بننافس بعض، إحنا بنكمل بعض، وممكن نعمل دويتو أو مشروع فني مع بعض في المستقبل، ليه لأ؟ وجاء ظهور بسمة بوسيل مع الإعلامية جيهان عبد الله على نجوم اف ام مفاجأة لجمهورها ومتابعيها. وتحدثت بسمة بوسيل في أول اللقاء عن ألبومها الجديد حلم، وكشفت بسمة بوسيل عن أول فيلم من بطولتها سيطرح قريبا، وقالت: انتظروني في فيلم بيج رامي من بطولة النجم رامز جلال، وهو لذيذ جدا وفنان ومبدع، وبحب شغل رامز جدا، شخصية كوميدية، والفيلم قصته كوميدية ومتأكدة انه هيعجب الجمهور.